المضاد الحيوي ده سم أو زي ما سمعنا كده، لأنه زي ما السم ده هيأذي الميكروب هو ممكن يأذي ولادي كمان. أهلا وسهلا بكم. أنا عامر حسن، عضو الكلية الملكية لطب الأطفال. هتكلم معاكم النهاردة بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، ودي زي ما بنقول كده مبادرة عاملاها WHO. إيه هي مضادات الميكروبات؟ أو بالبلدي زي ما احنا بنقول إيه هو المضاد الحيوي؟ المضاد الحيوي ده سم أو زي ما سمعنا كده سم. من حق الطبيب إنه يديه لولادنا لما يكون له ضرورة طبية، لأنه زي ما السم ده هيأذي الميكروب هو ممكن يأذي ولادي كمان. يبقى مش أي دور برد هنزل أجري على الصيدلية أجيب مضاد حيوي، لأن قبل ما أفكر آخد مضاد حيوي لازم أسأل نفسي 5 أسئلة. أول سؤال، هو المضاد ده له لازمة؟ طيب. السؤال التاني، أنه نوع من أنواع المضادات؟ هاخده بتركيز كام؟ هاخده كام مرة في اليوم؟ وهاخده كام يوم؟ لو معرفتش أرد على سؤال واحد فيهم مش هاخد المضاد الحيوي. عشان نعرف إيه لزوم المضادات الحيوية لازم نعرف إن الميكروبات عائلات كتير، من ضمنها عائلة اسمها البكتيريا، ودي الحاجة الوحيدة اللي بيأثر عليها المضاد الحيوي. يعني لو عندي فيروس وباخد مضاد حيوي مش هيأثر عليه. والبكتيريا دي أنواع كتير، كل نوع فيهم له مجموعة المضادات اللي بتشتغل عليه. يعني مثلا المضاد اللي اسمه حسين مش هينفع يشتغل على البكتيريا الفلانية، يبقى ما ينفعش كل ما أعيا ويتقال لي الدكتور إن دي عدوى بكتيرية أجري أجيب المضاد ده بعينه، لأن سوء استخدامنا إحنا للمضادات الحيوية بيفقد المضادات الحيوية دي تأثيرها، لأن البكتيريا بتعمل لها مقاومة، وبالتالي نضطر ندي بدل المضاد 2 مع بعض بجرعة أعلى والفترة أطول، وده له أثر وحش علينا إحنا، لأن إحنا جوانا وعلى جلدنا بكتيريا نافعة عايشة بتفيدنا، والمضاد لما بناخده بيموت النافع زي ما بيموت الضار. طالما قررنا إن إحنا ابننا تعبان وإحنا وجهة نظرنا إنه ممكن يحتاج مضاد حيوي، يبقى لازم ينزل يكشف عند دكتور أطفال يشوف هو محتاجه فعلا ولا لأ، ويديله المضاد المناسب ليه. أتمنى تكون المعلومة واضحة.